بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى النهارده معايا طريقة للفراخ جميلة جدا 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 جدا. شفتها مرة على اليوتيوب من سنين ومعتمداها من ساعتها وبعملها على طول. طريقة تحفة 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 بجد، بأبسط المكونات. لو ولادك بيحبوا الفراخ الكنتاكي جدا جدا هيحبوا شايفين اللحم دايب ازاي؟ شايفين في منتهى الجمال وخفيفة جدا جدا، وما فيش ولا يعتبر هي الفرخة بس مكونين الاتنين بس ما فيش غيرهم. واللحم كله بصوا يعني مش قادرة اوصف بصراحة. شايفين اهم حاجة يبقى طبعا الفراخ بتاعتي بتطلع لحمها دايب زي ما انتم شايفين كده، بسبب ما الحلول النقع اللي انا بعمله، اللي انا يعني بعمل بيه كل الطيور بتاعتي. فبصراحة تحفة. واللحم بتاع الصدر اهو اللي احنا هو ده اقوى حاجة في الفرخة، بيبقى طري وجميل جدا. طريقة فراخ بصراحة تحفة تحفة تحفة. جربوا الطريقة دي ومش هتندموا. الفراخ يعني ما بتتبلش من قبلها بساعة ولا بساعتين ولا بنص ساعة ولا بربع ساعة، يا دوبك تعمليها وتكوني مشغلة الفرن وتدخلها على طول. بس يلا تعالوا معايا وانا هوريكم ازاي بنعمل العظمة دي. بص، اول حاجة تجيب صينية فاضية خالص ما فيهاش اي حاجة زي ما انت شفت كده. تاني حاجة هنجيب الفرخة بتاعتنا ونجهز لها التتبيلة بتاعتها، اللي هي عبارة عن الدقيق، نص كوباية دقيق ما فيش غيرها، ومعلقة صغيرة توم باودر ماشي، ومعلقة ملح، ودي سنة شطة لو انت حابة. مش حابة خلاص ما تحطيهاش. فهو دي بس المكونات بس. وتجيب الفرخة الجملة بتاعتك كده، نفتحها بالطول بس من الصدر مش من الظهر، هنفتحها من الصدر وهنمسكها بقى نشفها اهم حاجة كويس جدا 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 جدا. ودي اهم مرحلة برضو خلي بالك منها، لازم تنشفي الفرخة كويس اوي. لو ما عندكش مناديل مطبخ ممكن تكون مخصصة فوطة للمطبخ يعني وكده، اي فوطة قطن نضيفة تكون مخصصة للحاجات اللي زي دي، وتغسليها على ايدك ما تحطهاش مع الهدوم، وما يكونش لها اي ريحة، وتكون بتشطفها كويس وكده يعني، ويعني وتنشفي بها الحاجات الفراخ وكده. ده لو ما عندكيش مناديل مطبخ. عندك مناديل مطبخ تمام، ما تغلبش نفسك يعني. اهم حاجة تنشفي الفراخ كويس جدا جدا جدا، ودي نقطة انا باكد عليها علشان محدش يقع في الغلطة دي. بعد ما تنشفوا الفراخ انا هنا بعملها لكم بالراحة، وحتى ما حاولتش ان انا اسرع الفيديو علشان اوريكم كل حاجة بالتفاصيل، علشان يعني اللي هيجربها بعد كده بصراحة مش هيندم ان هو جرب الفراخ دي من طعمتها وحلاوتها بجد. يعني بصراحة تحفة جدا جدا جدا. اللهم صل على النبي، يعني حاجة عظمة. اهي بنشف كل حاجة تحت الجناح زي ما انتوا شايفين اهو، تنشفها كويس قوي علشان احنا مش عاوزين طبقة الدقيق اللي هتلزق على الفرخة تكون كتير. ده احنا بس كل اللي احنا هنعمله يعني هنعفرها بالدقيق، هنعفرها. وركزوا في الكلام اللي انا بقوله كويس، علشان الدقيق لو جه زيادة منكم هتشوفوا الدقيق لما جه زيادة مني او انا، عشان بعمل بطيء عشان بالتصوير، التصوير هو اللي خلاني بطيء في العمل. فالدقيق لما كتر مني هوريكم في الاخر هيعمل ايه وهتشوف. انا مش عايزه اسبق الاحداث عشان ما تبقوا مركزين معايا في اللي انا بعمله. هنا جبت معايا يعني نص كوبايه دقيق ما فيش غيرها، نص كوبايه، حاجه بسيطه خالص لان انت مش هتحتاجي كل الدقيق ده. انت كل الحكايه ده انا بس جايبه عشان اوريكم بس. يبقى معلقه على الدقيق معلقه ملح صغيره، معلقه شاي ملح صغيره، ومعلقه زيها توم باودر بس. انا مش عايزه اتكلم في موضوع الشطه ده عشان ده اختياري. وبس اللي بيبقى كل المكونات دي كويس اوي، ولا تحطي اي بهارات تاني خالص، ولا فلفل اسود ولا مرق دجاج ولا اي حاجه خالص. حاجه بس ان انت لو بعتي تجيبي ب5 جنيه توم باودر من اي عطار قريب منك، خلاص الوصفه كده خلصت. وشويه دقيق من اللي عندك من اللي في البيت، اي دقيق بقى يعني، لو حتى انتي من الفلاحين شويه دقيق غله، اي شويه دقيق مش هتفرق كتير يعني. هنا انا كنت باكد عليها تنشيف تاني علشان هبدا ان انا اعفرها بالدقيق
وتخلي بالكم من الخطوات ديت. انا والله ما رضيتش ان انا اسرع الفيديو عشان كل حاجه تشوفوها، عشان في ناس كتير حابه تعرف الطريقه ديت. فهنا بقى انا اللي حاكمه نفسي بكده يعني. انما غير كده هي مش بتاخد يعني، ما بتعملهاش انتي بتمسكها بس تعفريها كده بالدقيق. انا بس هنا عشان اوري البنات الصغيرين اللي هم ايه يعني ما بيعرفوش يتحكموا لسه في الحاجه شويه. كل اللي انا بعمله بعفر، وهعفره. اهم حاجه تنفضها كويس قوي، نفضها كويس قوي قوي قوي. لو عندك منخل او عندك منخل كبير او اللي هي الحاجات بتاعه المبرون والحاجات دي، حطيها فيه ونفضي كل اللي عليها وامسكيها بايديكي كده وهتنفضها كويس. اهم حاجه خلي كل حاجه فيها، كل حته فيها داخل تتبيله الدقيق دي اهي. انا بس هنا كمان ان انا يعني ايه بحاول ان انا اوريكم بابسط الطرق، اوريكم ان كل مكان لازم يبقى مع فيه دقيق. بس انا هنا يعني الدقيق برضو يعتبر جه كتير مني بجد يعني، هو جه كتير. فانتي ما يا دوبك بس هتمسكيها كده زي ما تكوني ماسكه عيل صغير وتقومي جايه ماسكاها تنكي ايه اهي، تنفضي بقى فيها. انا بقعد ادور على اي اهي، بصوا اهي الفرخه قدامكم زي ما انتوا شايفه. اي حته تحس انها ما خدتش دقيق تحاولي ايه تعملي. وبعدين على فكره لما تطلعيها من الفرن خالص، لو عايزه تقلبيها الناحيه التانية لو هي مش متشمعه من تحت، ممكن تقلبيها عادي وتاخد وش تاني، بس يعني ده في الاخر خالص. اهو بصي تمسكيها تنفضها كده، لازم تنفضها التنفيذ دي كويس اوي 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 على قد ما تقدر. انا هنا عشان انا بصور انا مش ما كنتش عارفه اتحكم فيها كويس، وطبعا يعني كم العباية كان مضايقني، فانا مش عارفه اتحكم فيها وانفضها كويس. هتقومي حطاها زي ما هي كده على بطنها زي ما انت شايفه والجناحات كده فوق، وتحطها في قلب الصينيه زي ما هي كده، ولا زيت ولا دقيق ولا ميه ولا اي شيء تكون، ولا زبده ولا اي حاجه، هي زي ما هي كده. وتكوني وانت بتعملي مجهزه الفرخه دي تكوني محميه لها الفرن، لازم تكوني مسخنه الفرن. يعني ليه؟ لان هي يا دوبك هتخلص، ما تخليش الدقيق يتشمع عليها، يا دوبك هتخلصيها تقومي دي عامله ايه كل اللي انت هتعمله. معلش انا اسفه عشان صوت الفرن بتاعي صعب شويه. اهو انا كده مولعه الفرن ودخلتها هي زي ما انا وريتلكوا، ولا في حاجه اسود ولا معلش استحملوا بقى صوت الفرن بتاعي. بصوا شايفين الصوت؟ بصوا كده خلاص هيتخفض. اول ما تلاقيها الجلد بتاعها كله اتحمر كده يبقى خلاص الفرخه بتاعتك استوت. خلاص يبقى الف هنا وشفا.